ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. النهارده فيديو جديد في مطبخ خالة نور. وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. شكرا على التعليقات الجميله وشكرا على اللايكات، ربنا يسعدكم يا رب ويقعدوا في ميزان حسناتكم. قبل ما نخش في الوصفه ما تنسوش اللايك الجميل، واللي ما اشتركش يا حبايب قلبي ينزل يلا يشترك. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هنا يا حبايب قلبي كنت متبله كده يا رنان، كنت متبله الفراخ دي من بالليل وحطاها في التلاجة على اساس كل ما بتقعد في التتبيله بتبقى حلوه. حاطه تحتها بطاطس اهيت، وحاطه بصل وحاطه شطيطه وفلفل، وحاطه لها البهارات بتاعتها، وقمت سايباها بقى بالليل من بالليل في التلاجة على اساس ايه يا حبايب قلبي تشرب من التتبيله وتبقى حلوه. هحط لها بقى بق ميه صغير كده عشان تستوى بيه. انا حاطه لها السمنه بتاعتها والزياده وكل حاجه. هعلق عليها بقى علشان ايه انا كنت متبلاها من بالليل كده يا حبايب قلبي. انا خلصت من الفراخ علقت عليها اهيت، علقت عليها اهيت. هعمل انا بقى ايه، هعمل بصل في الكبه هنا عشان هعمل كفته. طبعا انتوا عرفتوا انا هطبخ ايه. هحط الكبه كده اهوت واعمل البصل. هخرط البصل دوت كلته اهوت في الكبه. لو وصلتوا لغايه كده يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايكات والاشتراكات بتاعتكم الجميله عشان يوصل لكم كل جديد. الصوت ده جاي في التليفون. هعمل البصل دوت للكفته يا حبايب قلبي. هعمل الكفته والرز البسمجي. طبعا انتوا عرفتوا انا هطبخ ايه، رز بسمجي وهعمل معاه كفته وهعمل معاه الفراخ. هنا يا حبايب قلبي هضرب البصل اهوت وافرمه فرمه حلوه ناعمه. هنزل البصل دوت علشان يبقى فرمه ناعم، انا عايزاه ناعم اهو يا حبايب قلبي كده اهو. عامله الرز وعامله للكفته. هنا حبايب قلبي معايا نص كيلو لحمه مفرومه اهي. هنزل عليها بقى بالبصل اهو. انا ما بصفوش يا ولاد، عايزين تصفوه صفوه. هنزل عليها كده بالبصل اهو كفايه عشان ما تفكش مني. وهنزل عليها بكيس بهارات كفته من دي. هنزل عليها الكيس كله ده نص كيلو. وهنزل عليها فلفل اسمر، وهنزل عليها بشعرة ملح صغيرة بس بالراحة علشان البتاع دي بتبقى حادقة. البهارات اللي هي بتاعت الكرون دي بتبقى حادقة اهو. ومعايا هنا عود كزبرة اهو. هخرط عليها عود كزبرة. العود الكزبرة دي او بقدونس بيخلي ريحتها حلوة. لو وصلتوا لغايه كده يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش ينزل يشترك يا حبايب قلبي عشان يوصل له كل جديد وكلنا نستفاد من بعضنا. كده انا حطيت عليها الكزبره اهي. هحط لها برده سنه شويه زيت كده صغيرين. كده يا حبايب قلبي انا عجنتها هي، بس حطيت لها، نسيت اقول لكم، حطيت لها فصان توم. كانت محتاجه فصان توم، حطيت لها فصان توم. وقلت المعجنه بقى هي لغايه لما تبقى خيوط وتبقى حلوه على اساس ايه الكفته تبقى مفتحه وحلوه.
فكده انا عجنتها قوي اهي، خليتها زي الفل اهي، لغايه لما الكفته لما العجينه ديت تعمل خيوط معاكي اهي كده تبقى حلوه. هعمل انا بقى ايه، انا ما بحبش الصابع كبير قوي، بحبه يكون كده متوسط، علشان ايه بحب سويه كده يبقى قاطم وحلو اهو يا حبايب قلبي. انا بحب الصابع كده رفيع وحلو كده، عايزه تكبري كبري، عايزه تصغري صغري. والصينيه ديت لو حابه تحطي تحت بطاطس وفلفل وشطيطه وحاجات من دي حطي، دي حسب الرغبه. انا استكفتها بكده كده اهو يا حبايب قلبي، عشان ما تفكش منك اعمليها قوي كده علشان ما تفكش اهو يا حبايب قلبي. كده انا بكفتها اهوت، بتك عليها قوي وببرمها قوي علشان خاطر ما تفكش مني اهو يا حبايب قلبي. انا بحب الصابع كده، الصابع ده هيكش على فكره، هي بتكش الكفته بتقوم كشه، هتلاقي الصابع ده صغير لما تستوي اهو. اعمليها قوي كده على اساس ما تفكش منك ولا تبقى مش تبقى وحشه. انا ببرمها قوي كده علشان ما تفكش اهو يا حبايب قلبي. سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. انا عندي اليوم اللي بطبخ فيه رز بسمجي ده، العيال بيبقوا عايزينه كل يوم، بيحبوا الرز البسمجي، احلى اكله بيحبوها الرز البسمجي والفراخ والكفته، ده اكلتهم المفضله. لو طبختها كل يوم هيقولوا لك ماشي، لكن طبيخ وحاجات من دي بيعذبوني عقبال ما بياكلوا، بيبقوا عايزين بقى بدل الطبيخ يقولوا لك نواشف. يوم ما ازنقهم في الطبيخ بقى واقول اللي انا هطبخ طبيخ النهارده يقولوا لك لا اعملي لنا نواشف. خير. هنا يا حبايب قلبي انا خلصت الكميه كلها اهيت، هغطي عليها بقى بالورق الحراري دوت وهولع عليها النار على نار هاديه تستوى براحتها. هنا يا حبايب قلبي انا ولعت على الكفته، ودي الفراخ اهيت سايباها بقى تاخد مع بعضها كده علشان تستوى وتبقى زي الفل. هو بدأت اهيت، بس انا هسيبها لما تحمر حلو، هقلبها بس كده اهو عشان الجنب اللي هو ما تحمرش ما تعملش يستوي اهو يا حبايب قلبي. انا مطيه عليها بردك علشان تبقى براحتها، معلش اهو يا حبايب قلبي. هغطي عليها واسيبها بقى تستوى براحتها خالص، انا مطيه عليها مش هستعجل عليها علشان تبقى حلوه اهو يا حبايب قلبي. هنا يا حبايب قلبي الكفته هي اتكشت خالص اهي، كانت ماليه الصينيه وكشت خالص اهي، هي بالكيش وسردت الزياده والميه بتاعتها اهي. هقلبها بقى على الجنب التاني كده علشان تستوى وتبقى زي الفل. لغايه لما تستوى انا بحب اهدى عليها خالص لغايه لما الحاجه تستوى وتاخد حقها في السوي، عشان تيجي تاكليها ما تبقاش اللحمه بتقرقش تحت اسنانك كده. انا ما بحبش انا الخطوه دي، فبحب اخليها زي الفل كده وتاخد حقها في السوي عشان تبقى زي الفل. هقلبها كده اهوت وكشت خالص اهي، بعد ما كانت ماليه الصينيه كشت اهو يا حبايب قلبي. هجيبها كده اهو تحت العين كده اهوت تحت النار واغطي عليها بقى وتكمل سواها برضو. هنا يا حبايب قلبي انا حطيت حته طرطفه سمنه صغيره على شويه زيت اهمت، حطيت زيت كتير علشان خاطر الرزايه تبقى شاربه الزيت كده وتبقى حلو. هنزل عليها بقى باللورة اهوت والعود القرفه والشطيطه والليمون دوت والكبابه الصيني، هنزل بالحاجات دي والمستكه والحبهان، هدوم بس تحميصه كده وريحه عشان يبقى ريحه الرز حلو. هدوم تحميصه اهو، وبعد كده بقى هنزل بالبصل. هنا انا مكتره البصله اهي عشان كل ما البصله تبقى كتير بتبقى مسكره الرز اهو يا حبايب قلبي. لو وصلت وغطيت كده ما تنسوش اللايك الجميل اللي بيسعدني اهو يا حبايب قلبي. هحمر بقى هنا البصله اهي
لما عود القرفه والليمون والحاجه دي خدت صدمه كده، نزلت بالبصله. هسيب بقى البصله كده تحمر وتدبل مع بعضها. هنا يا حبايب قلبي هنزل بالبهارات بتاعته اهي على البصله كده. لما البصله اتظبطت اهي واحمرت واصفرت، نزلت بالبهارات اهي. هديها برضو كده شمخه كده مع البصله لغايه لما اصفي الرز. انا كنت نقع الرز اهي يا حبايب قلبي وكده. انا كنت غاسله الرز ومنضفاه اهو. هصفيه بقى من الميه اهو. انا قبل ما كنت اعمل كنت نقعاه كده يا حبايب قلبي. هصفيه حلو من الميه اهو في المصفى. ما بنقعوش كتير يعني حاجه بسيطه كده. هصفي بس الميه اهو وهنزل بالرز بقى في الحله. هنزل بس كل الميه ده اهي. هنزل بالرز اهو يا حبايب قلبي. هقلب بقى. هقلب كده لغايه لما الرز يتشرب البهارات وكل حاجه، والزيت تكتريه في الرز عشان الرزايه تبقى مفلفله وحلو، عشان ما تبقاش لازقه ومعجنه ومش حلو. فبقى كتري الزيت شويه علشان خاطر الرز يبقى مفلفل وحلو. هقلبه كده اهو يتشرب بس من الزيت والبصل والبهارات بتاعته، واحط له الملح واحط له الميه. عندك شوربه حط شوربه، عندك ميه حط ميه، حسب ما تحبوا انتوا اعملي كده يا حبايب قلبي. هحط له بقى الملح. هنا هحط الملح اهو يا حبايب قلبي، بس خدي بالك علشان انا حاطه له مكعب ماجي. هقلبه بردك وبعد كده انزل بالميه. هحط ميه، عندك شوربه حطي، ما عندكش شوربه حطي ميه، ده حسب الرغبه. كده يبقى الرز خلص والكفته خلصت والفراخ خلصت. يبقى ناقص السلطه بقى والطحين. يبقى كده خلاص خلصنا. مش هعمل كل ده بقى لما الرز يستوي والعيال يجوا ياكلوا. هنزل بقى بالميه يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي. هسيبه بقى لما اتشرب واوطي عليه. هنا يا حبايب قلبي الرز اتشرب اهو. تعالى كده شويه. هنا الرز يا حبايب قلبي اتشرب اهو. هقلبه واوطي عليه بقى ويتردد براحته. مفيش اسهل من كده. وشوفي لونه مفلفل وزي العسل. لو وصلتوا لغايه كده ما تنسوش اللايكات والتعليقات الجميله، واللي ما اشتركش يا حبايب قلبي ينزل يشترك عشان يوصل لكم كل جديد. ده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. الرز البسمجه اهوت مفلفل وجميل زي ما قلت لكم. ما تيجوا تعملوه كتروا الزياده بتاعته. الزيت اما بيكون كتير بيفلفل الرزايه، والبصل بيسكره وبيخليه زي العسل. ودي الكفته اهي يا حبايب قلبي مستويه وتفرح القلب. شوفهم جوس وجميله ازاي. ودي الفراخ اهيت، ودي البطاطس اللي بتبقى تحت الفراخ. وعملنا سلطه وعملنا في مخلل اهوت وشيبسي. وفضل ونعمه من عند ربنا يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش يا حبايب قلبي ينزل يشترك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليكم، فيديو جديد والسلام عليكم.